زهقتي من كل يوم هعمل اكل ايه ومش عارفة تعملي اكل ايه؟ ولادك بيطلبوا اكل بالليل وتقعدي بقى تعملي في معجنات وتعملي مكرونات وتعملي حاجات من دي وبيتزا وحاجات من دي بقى. تعالي نركن الاكل ده وتعالي نعمل اكلة فلاحي اصيلة تخلي ولادنا ياكلوا ويشبعوا، وهتدعيلي. هنسمي الله ونصلي على الرسول. وتعالي كده طلعي حتة اللحمة اللي لسه مركونة عندك في الفريزر او في التلاجة، وهنعمل كده زي ما انت شايفة. نزلنا بالمادة الدهنية وعليهم بصلتين وفصين توم مفرومين حلو كده في الكبة، ونزلنا بيهم والطماطم بتاعتنا فريش، على معلقة صلصة، على معلقة بابريكا صغيرة، رشة كزبرة ناشفة، وادي رشة سكر، وهنسيبها تتسبك زي ما انتوا شايفين كده. وفي الوقت ده كده مع بال ما تتسبك هنكون سالين معانا لوبيا حلوة كده. انت عايزة لوبيا، عايزة فاصوليا، زي ما انت عايزة يا ست الكل وزي ما انت حابة. وما تنسيش تحطي معلقة السكر على اللوبيا علشان لو عندك قولون او اي حاجة من ديك ما تتعبكيش البقوليات ولا اي حاجة هتعمليها. ورشة السكر دي سحر. وهتكوني بقى مقطعة بطاطس كده مكعبات، وكفاية بقى طواجن وصواني. وهنعمل كده شوية بطاطس حلوين يشبعوا العيال، يعني بالعربي كده العيال تاكل من هنا وما تقولش بالليل عايزين ناكل تاني. مفيش واقفة في المطبخ للفجر تاني خلاص. زي ما انت شايفة كده نزلنا بالبطاطس بتاعتنا على الصلصة والشوربة واللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، واللوبيا معانا نفس الحكاية برضو اهي. نزلنا بالشوربة بتاعتنا كده زودناها، ونزلنا باللحمة بتاعتنا، وهنغطيها بعد كده بقى ونسيبها تعيش حياتها. بس ادي البطاطس تقلبتين كده، وما تنسيش البطاطس وما تسيبيهاش تتهري، هي تغلي معاكي غلوتين 3 وتطفي عليها، والبطاطس تفضل معاكي حلوة زي ما انت شايفة. وهنا هننزل بالمادة الدهنية بتاعتنا، وهننزل بالرز كده. والنهاردة هنعمل رز حباية وحباية، ما هو الاكل ده ما يحلاش غير بالرز الحباية وحباية. او لو حابة رز بشعرية تبقى انت بصراحة جبتي من الاخر كده. بس النهاردة هنعمل رز حباية وحباية وجنبه شوربة لسان عصفور. وخلي عينك في وسط راسك زي ما انت شايفة كده، وتبقي شغالة في الحلتين مع بعض، وخليكي شاطرة. وطبعا الامهات انا عارفاهم ما يتوصوش شاطرين، وكلامي للبنات الصغيرين. ايوه كده زي ما انت شايفة. هتنزلي بالشوربة كده على لسان العصفور، وهيغلي غلوتين وهتطفي عليه على طول، وهو هيستوي ومش هيشرب معاكي الشوربة كلها. وهنا الرز بزوده نص مية ونص شوربة، وعمره ما يفسد معاكي لا في حر ولا في برد، حتى لو فضل برا التلاجة. زي ما انت شايفة كده عملنا اكلنا زي ما انتوا شايفين. وعملت كفتة، والكفتة عملتها معاكم قبل كده ومرضتش اطول عليكم الفيديو، مع حبة بقى سلطة مع حبة مخلل زي ما انت عايزة وزي ما انت حابة يا ست الكل. ودي كانت اكلتنا النهاردة، ودي كانت وصفتنا. يا رب تنول اعجابكم. اكلة فلاحي اصيلة، اكلة فلاحي متينة، وهي دي الاكلات اللي بتشبع ولادنا. ربنا يبارك فيهم وفي اولادكم. اشوفكم على خير في اكلة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.